ما تيجي اقول لك على تشكيل الاهلي الرسمي امام برشلونه الاسباني وخطه حسين عموته للفوز بكاس خوان جمبر. بس قبل ما اقول لك على التشكيل ده تعال الاول نتكلم على كارثه حقيقيه بتضرب النادي الاهلي في الموسم الجديد، كنا بنعاني منها في كل المواسم اللي فاتت. كارثه لحد دلوقتي مفيش اي مدرب ولا اي رئيس نادي جه قدر يحلها وقدرنا نوصل فيها الحل. قلنا يا سلام الكارثه دي الحمد لله اتحلت وبطلنا ان احنا نعاني منها، مع العلم ان احنا بنعاني منها لسنين قدام وشكلها كده هنعاني منها لسنين جايه، فربنا يسترها على النادي الاهلي. هقول لك ايه الكارثه دي، وكمان في كام خبر كده يخص امام عاشور اللي شكله عايز يمشي من النادي الاهلي، والعروض اللي بتيجي لمصطفى شوبير وياسر ابراهيم بيفكر للدوري السعودي. ده غير كمان كارثه الحكام المصريين اللي مش عارفين يعدوا الاختبارات. فانا اوعدك ان احنا النهارده معانا حلقه قويه جدا 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 وحلقه دسمه كويس جدا جدا جدا، فعايزك تركز معايا. عزيزي الاهلاوي الجميل ببعت لك السلام والتحيه. احب اقول لك عندنا النهارده حلقه تاريخيه، ما تنساش تشترك في القناه وتفعل زر الجرس، واللايك بتاعك بالنسبه لي اغلى هديه. واحب اشكر كل الناس اللي بتتفاعل معانا وبتكتب لنا كومنتات ايجابيه، فيا ريت توصلوا الفيديو دوت لاكبر عدد لايكات. يا عينيا انت قاعد مستني ايه؟ يلا اشترك في القناه وفعل زر الجرس ووصل الحلقه دي لاكبر عدد لايكات. تشكيل الاهلي الرسمي لمواجهه برشلونه الاسباني وخطه حسين عموته للفوز بكاس خوان جمبر وانه يحقق المفاجاه والفوز على برشلونه الاسباني. ركز معايا كده كويس قوي عشان اقول لك التشكيل اللي ان شاء الله يجيب لنا الفوز على برشلونه وافضل تشكيل للنادي الاهلي. ركز معايا كويس جدا في الفيديو ده. احب اقول لك ان حسين عموته ان شاء الله هيلعب بخطه 4-3-3. بس قبل ما اقول لك على اللعيبه اتاكد ان انت عامل فولو وعامل لايك وشير الفيديو ده لكل اصحابك، واكتب لي في الكومنتات رايك في التشكيل. في مركز حراسه المرمى هيكون موجود الاسد مصطفى شوبير اللي ثبت نفسه وبجداره مش بس للدوري المصري للعالم كله انه حارس كبير وحارس صاعد وحارس واعد. اما بقى بالنسبه لخط الدفاع الكارثه، يعني خط الدفاع واكتب بين قوسين كده الكارثه اللي احنا مش عارفين نحلها. هنلعب في خط الدفاع ياسر ابراهيم وهنلعب جنبيه، يعني انا مش شايف ان هيبقى في جنبيه فرق. يعني انت سواء لعبت بياسر ابراهيم وجنبيه ياسين مرعي، زي ما هتلعب بياسر ابراهيم وجنبيه هادي رياض، زي كمان ما هتلعب بياسر ابراهيم وجنبه عمرو الجزار، الثلاثه مفيش فرق فيهم. بس يعني بما ان ياسين مرعي لعب شويه اكتر وخد فرصه اكتر فنقول هنلعب في خط الدفاع بياسر ابراهيم وجنبيه ياسين مرعي. اما بالنسبه للباك اليمين فدي مش محتاجه اقول لك ان هي محجوزه خلاص باسم العالمي محمد هاني، صاحب اقوى اداء في كاس العالم. ان شاء الله ربنا يكرمه يا رب ويعمل ماتش كبير امام برشلونه. اما بقى بالنسبه للناحيه الشمال فانت عارف ان انت عندك غايب الباك الشمال الاساسي بتاعك يوسف بالعمري، وعندك في الحته دي احمد نبيل كوكا، وعندك كريم الدبيس. بس انا احب اقول لك ان حسين عموته هيلعب في المركز ده بكريم فؤاد الجوكر، كريم فؤاد بين قوسين الجوكر اللي بيلعب في اي مركز ولعيب كويس جدا جدا. واحب اقول لك ان هو في كل الماتشات الوديه اللي فاتت لعب في مركز الباك الشمال بخلاف يوسف بالعمري. كريم فؤاد بياخد فرصه وان شاء الله ان شاء الله ربنا يبعد عنه شر الاصابات لانه لعيب حظه وحش جدا في الملعب. ان شاء الله ربنا يكرمه ويخرج كل اللي عنده لانه لعيب جامد جدا. اما بقى بالنسبه في نص الملعب فخد عندك يا سيدي هتلعب بمروان عطيه احد نجوم كاس العالم، وهتلعب جنبيه بصفقه النادي الاهلي الجديده علي محمود لاعب انبي اللي انا متفائل بيه جدا، اللي لحد دلوقتي مسجل تقريبا حوالي هدفين او 3 في كل الماتشات الوديه اللي النادي الاهلي لعبها قبل كده ومتوسم فيه خير، وحاسس ان اللعيب ده هيكسر الدنيا زي امام عاشور بالظبط. قدامهم امام عاشور بذات نفسه، لحد دلوقتي امام عاشور مصاب وفي كلام انه ممكن ما يبداش اساسي مباراه برشلونه. بس احب اقول لك ان امام عاشور لو جاهز هو اللي هيقود خط الوسط. طب لو امام عاشور مش جاهز احب اقول لك انه بنسبه 95% اللي هيكون موجود في الحته دي هو احمد السيد زيزو. يبقى كده امام عاشور لو جاهز هيبقى خط الوسط بتاعك مروان عطيه علي محمود امام عاشور. اما لو امام عاشور مش جاهز فهيكون خط وسط النادي الاهلي مروان عطيه علي محمود احمد السيد زيزو. اما بقى بالنسبه لخط الهجوم الوينج الشمال دي خلاص بقت مكتوبه باسم المزيان اشرف بن شرقي. مش محتاج اقول لك ان الحته دي خلاص بقت محجوزه باسم اشرف بن شرقي الاحسن لعيبه النادي الاهلي في المباريات الوديه اللي كل مباراه تقريبا بيسجل هدف واثنين. وان شاء الله مستني ان اشرف بن شرقي يعمل اداء عالمي تحت قياده حسين عموته، وده المردود اللي انا شايفه منه في خلال الماتشات الوديه. اما بقى بالنسبه للوينج اليمين فاحب اقول لك بقى صفقه النادي الاهلي الجديده منصف بكرار هيكون موجود في الحته دي. لعيب جزائري لعيب جامد جدا ان شاء الله، اتفرجت على فيديوهاته وحاسس ان الواد ده هيكسر الدنيا. اما بقى بالنسبه لخط الهجوم فاحب اقول لك ان
مهاجم النادي الاهلي الصريح هيكون سفيان بن جديده. سفيان بن جديده، وخلي بالك عشان في ناس بتتلخبط ما بين الاسامي وانا لحد دلوقتي مش عارف احفظهم، بس ان شاء الله ان شاء الله سفيان بن جديده ينطلق. بالمناسبه سفيان بن جديده ضيع ضربه جزاء في مباراه بدلونا، وان شاء الله ان شاء الله يعني اسامه ابو علي في بداياته ضيع ضربات جزاء وبعد كده انفجر. ان شاء الله سفيان بن جديده يكسر الدنيا، وباذن الله باذن الله يسجل له هدف او 2 في برشلونه. عايزك بقى انت تكتب لي في الكومنتات من وجهه نظرك التشكيل ده ياخد كام من 10، ومين من اللعيبه اللي انا قلتها في التشكيل ما كانتش تستحق تكون موجوده، ومين من اللعيبه اللي انا ما قلتهاش كان لازم تكون موجوده. اكتبوا لي بسرعه. احكي لي بقى كده التشكيل على جنب والكلام الجميل ده كله على جنب، وتعالى نتكلم على الكارثه الحقيقيه اللي بتضرب النادي الاهلي، وبنسبه كبيره جدا الكارثه دي ممكن توقع النادي الاهلي في الموسم الجديد زي ما حصل قبل كده في الموسم اللي فات واللي قبليه واللي قبليه. يمكن الموسم اللي فات النادي الاهلي كان بيلاعب فرق ممكن تكون مش قويه المستوى ولا افضل مستوى من النادي الاهلي، بس النادي الاهلي كان بيستقبل اهداف كتير. طيب سيبك من الموسم اللي فات، تعالى كده نروح للنتائج المباراه الوديه اللي لعبها حسين عموته. بص كده على النتائج، بص كده على النتائج. النتائج هنا ما تتزاولش، النتائج هنا. شايف ايه في النتائج دي؟ هتقول لي يا عم انا مش شايف حاجه، انا شايف ان الراجل ما شاء الله كسب كل الماتشات، ما خسرش غير ماتش واحد. هو انت عايز تنتقد حسين عموته عشان خسر في ماتش واحد؟ لا 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 لا، مش ممكن اللي انت بتعمله ده. لا, لا انت اكيد كده ما بتفهمش كوره. احب اقول لك ان النتائج دي عالميه وما شاء الله جميله جدا، ومش منطقي ان احنا نحكم اصلا على اي حد في الماتشات الوديه دي. بس عايز اقول لك بص كده بنظره هتلاقي ان في كارثه في النتائج دي. انت في ال5 أو 6 الماتشات الوديتين دول انت دخل فيك حوالي 5 أهداف. انت مدرك ان انت في 5 ماتشات وديه مع فرقه اقل منك في القيمه واقل منك في المستوى، مع احترامي للجميع، انت دخل فيك 5 أهداف. انت كنت بتقعد الدوري كله يخش فيك ال5 أهداف دول، وكنا بنبقى متضايقين ان احنا عملنا دوري ما دخلش فينا فيه ولا جون. الكارثه فين؟ الكارثه وباختصار هي خط دفاع النادي الاهلي. ده مش خط دفاع، ده خط اتصالات. ده مش خط دفاع ابدا انا هعتمد عليه في الموسم الجديد، واعتمد على اللعيبه دي ان هي تكون موجوده معايا وان هي تشيلني في الماتشات الكبيره، مع احترامي لكل اللعيبه اللي موجودين. انا عايزك بس كده تبص كده معايا على الاهداف اللي سكنت النادي الاهلي امام فريق يوروبا. بص كده كويس، بص كده وتابع الاهداف. بص وانا اسف يعني عايزك بص شوف الاخطاء الدفاعيه عامله ازاي. يعني ده كان الهدف الاول، بص الهدف الثاني برضو هتلاقي فيه اخطاء دفاعيه واضحه. طب هل انا دلوقتي الموسم الجديد هقدر اعتمد على اللعيبه اللي عندها اخطاء دفاعيه دي؟ وبعدين اللي يحرق دمي اكتر، ما شاء الله النادي الاهلي عمل تدعيمات قويه وعمل ميركاتو قوي وعمل تقريبا 8 صفقات او 9 صفقات كلهم احسن من بعض، ولعيبه محدش يقدر يختلف عليها غير بعض لعيب كده. انا كنت متضايق ان هو رجع تاني النادي الاهلي، لان اللعيب ده سابنا وباعنا قبل كده، وانا مش هقول لك اسمه ايه، بس توفيق من ربنا ان هو نجانا في الفتره اللي هو مشي فيها دي. انت بقى قول لي بقى هو مين في الكومنتات من وجهه نظرك. قدرت تعمل ميركاتو قوي. يوسف بالعمري اتصاب تقريبا مثلا يوم الخميس، يوم الجمعه كنت جايب باك شمال وكنت جايب صفقه كمان. يعني عصام سراج مش مقصر والله. طب انت عملت تدعيمات في كل المراكز اللي انت محتاج فيها لعيبه، واهم مركز سبته، اهم مركز اللي هو مركز خط الدفاع اللي انت عارف ان انت عندك فيه مشاكل ازليه وابديه فيه، انت ما قدرتش تصلحه. يمكن الموسم اللي فات انت كنت بتلعب بياسر ابراهيم وكان بيلعب جنبيه يا ياسين مرعي يا هادي رياض، عمرو الجزار ما شفناهوش. وهتاري بصراحه كولر كان ياس سورب كان عنده وجهه نظر انه ما لعبش عمرو الجزار، لان انا شايف ان عمرو الجزار مش احسن حاجه بصراحه. انت بتخسر من بيراميدز رايح جاي، خش مرماك 3 أهداف هنا وهدفين هنا. بتخسر من الترجي على ارضك ب3 أهداف وبيتجرأ عليك وبيقدر يسجل مرماك، مع ان انا وانت عارفين ان مركز حراسه المرمى في النادي الاهلي مركز تمام و10 على 10، وعندك فيه لعيبه مميزين سواء محمد الشناوي او مصطفى شوبير المتالق. فانت المشكله هنا مش في مركز حراسه المرمى، انت الكارثه الحقيقيه هنا هي مركز خط الدفاع اللي انت ما قدرتش تعمل فيه تدعيمات وخلاص الميركاتو قفل. فانت هتفضل ترقع. هل انت بتعمل كده مستني الميركاتو اللي جاي عشان تروح تجيب لعيبه من بلغاريا؟ الله اعلم بقى اسمهم ايه مثلا. يعني سمعت ان في لعيبه مصريين في الدوري البلغاري، في لعيب اسمه حسام عبد المجيد هناك، اول مره اسمع عنه. هل انت بقى مستني ان انت تاخده من هناك بنفس الفكره وبنفس الطريقه اللي بتتعمل مع لعيبه كتير؟ طب وال6 شهور دول، انت ال6 شهور دول فيهم مراحل نهائيه. يعني انت على شهر 1 باذن الله على الميركاتو اللي جاي انت ان شاء الله هتكون وصلت لمراحل الحسم في الدوري المصري ومراحل الحسم في بطوله الكونفدراليه اللي لازم تكسبها، اللي لو ما كسبتهاش الاهلي هيبقى شكله وحش قوي 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 بصراحه. بطوله احنا بنتريق عليها وبنحفل على اي حد بيشارك فيها، وطبعا بما ان النادي الاهلي لو هيشارك في بطوله بلي مسافات طويله هنشجعه وندعمه ونفضل نحبه لان ده النادي بتاعنا، فما ينفعش ان البطوله اللي احنا بنحفل عليها ما نكسبهاش. يعني على الاقل نفوز بيها.
على الاقل بناخدها وكمان مش بس كده، ده انت تطلع سوبر افريقي وتاخد كمان البطوله. الشاشه دي مزولاني، الشاشه دي مزولاني، عايزك تركز معايا ما تركزش مع الشاشه. فانت لازم الموسم اللي جاي تاخد الدوري وتعوض الموسم اللي فات اللي انت خرجت بيه بموسم كارثي. لازم تاخد الدوري ما شاء الله وتاخد الكاس وان شاء الله كونفدراليه وسوبر افريقي. ما اعتقدش ان النادي الاهلي هيقدر يوصل بده كله بخط الدفاع اللي عنده. يا فرحتي بخط الهجوم ما شاء الله لعيبه تقدر تكسر الدنيا. طب بالنسبه لخط الدفاع، ما هو ما فيش فريق بيكسب غير لو عنده دفاع قوي. ما انت مش هتكسب عشان هجومك حلو بس، انت لازم يبقى عندك خط دفاع قوي اقوى من كده. مش كل ماتش يخش فيك هدف ومش كل ماتش يخش فيك هدفين. بالنسبه لي يعني اتمنى ان يحصل عكس اللي انا متوقعه ويطلع كلامي كله غلط، وخط دفاع النادي الاهلي باللعيبه المحترمه الموجوده يكسفوني في الموسم الجديد. يعني انت عندك اشرف داري خلاص اتأيد ورخم عليك وقال لك انا هلعب معاك عافيه وهقعد عافيه. يا رب اشرف داري مع حسين عموته هما الاثنين مغاربه مع بعض، هيقابلوا بعض الصبح كيفاش كل شي مزيان، هما بيفهموا بعض. ان شاء الله حسين عموته يطلع حاجه من اشرف داري ونشوف باذن الله خط دفاع للنادي الاهلي يليق باسم النادي الاهلي. اتمنى ان انت تكتب لي في الكومنتات رايك، شايف ان دي فعلا كارثه زي ما انا شايفها ولا انا بهول المواضيع؟ اكتب لي رايك في الكومنتات. تعال بقى نروح لخبر كوميدي ويبين لك فساد المنظومه ويبين لك ان الاهلي بيتظلم لو انت نظرت للخبر ده بنظره عميقه. بس هو الخبر ده حرفيا هم يبكي وهم يضحك. بيقول لك ايه يا سيدي؟ بيقول لك ان الحكام المصريين 75% من الحكام المصريين سقطوا في اختبارات النظري لقانون كرة القدم. يعني هل الحكام دول ال 75% اللي سقطوا دول الموسم اللي فات، هل الحكام دي كانت ماشية بنظام الطيبات؟ ازاي 75% من الحكام بيسقطوا في الاختبار النظري سقط فيهم 75%؟ يعني انت لو عندك مثلا 10 حكام نجح منهم 2 أو 3 والسبعة دول لا يفقهوا شيء. السبعة اللي بيحكموا ماتشات للأهلي وللزمالك وبيراميدز ما يعرفوش حاجة، سقطوا. ده بالنسبة للنظري. بالنسبة بقى للاختبارات البدنية بيقول لك في 3 حكام سقطوا بدني والثلاث حكام دول راحوا اتخانقوا مع الحكام اللي عملوا الاختبارات ومتضايقين قوي ان هم سقطوا. فيهم حكم تعدى بالالفاظ وبالايدي على الحكم اللي عمله الاختبار، والمفروض ان كابتن عصام عبد الفتاح بيفكر يشطب الحكم اللي تعدى على لجنه التحكيم دي. انت متخيل حكم بيتعدى على لجنه التحكيم؟ انت متخيل احنا عايشين في ايه؟ انت متخيل احنا بنعاصر ايه وبنواكب ايه؟ والناس بتزعل قوي لما بتنتقد التحكيم، ولغوا فقره كامله فقره انتقاد الحكام دي. قال لك لا دي ما ينفعش تكون موجوده لان حكامنا ما بتغلطش. هو لو في غلط يبقى اكيد من اللعيبه، لو في غلط يبقى اكيد من الكوره، لو في غلط يبقى مثلا من ظروف الجو، لكن الحكم ما بيغلطش. الحكم المصري ما بيغلطش. اللي 75% من الحكام دي سقطت وطفت وشها كده زي ما الشاشه عملت، سقطوا. يا نهار ازرق. يعني انت تخيل يبقى عندك طالب في ثانويه عامه ما بيعرفش يقرا ويكتب، هو ده اللي عاملينه الحكام المصريين. تخيل يبقى في طالب عنده امتحان ثانويه عامه، تاريخ، عربي، جغرافيا، باي حاجه، هو اصلا ما بيعرفش يقرا ويكتب. اعتمد عليه ازاي ده بعد كده؟ ابتدي الموسم ازاي، الموسم الجديد، وانا عندي 75% من الحكام مش عارفين حاجه؟ يعني نسبه ربع الحكام هي اللي نجحت. ربع الحكام، يعني لو في 100 حكم 25% بس هم منهم نجحوا، وال 75 حكم دول سقطوا. يعني اديني عقلك والله بجد. الواحد بيشوف حاجات غريبه في الدوري المصري، حاجات تجنن وحاجات تخلي مخك ده يفضل يتساءل. طب ازاي الحكام دول كانوا مكملين طول المواسم اللي فاتوا؟ هل كانوا بياخدوا كورسات، ولا هل كان في حد بيغششهم، ولا في ايدي خفيه بتقول الحكم ده يعمل ايه وما يعملش ايه ويحسب ايه وما يحسبش ايه؟ الله اعلم بصراحه. نفسي حد يفيدني ويكتب لي في الكومنتات ويرد عليا بصراحه، يعني حاجه تجنن. تعال نتكلم بقى على امام عاشور لحد دلوقتي يعني اخبار بتقول جدد ما جددش. ادم وطني بيطلع يتكلم على حس امام عاشور، مع العلم ان امام عاشور ادم وطني مش الوكيل بتاعه، والوكيل بتاعه محمد كفته ده صاحبه، مش صاحب محل كبابجي، هو ده اللي بيجيب له العروض وكده. امام عاشور لحد دلوقتي ما نزلش ولا تمرين مع النادي الاهلي، بيقول لك ان هو مصاب من بعد ماتش الارجنتين. طب ايه يا معلم؟ ايه يا عم امام؟ وبيقول لك كمان لحد دلوقتي ان فريق كونيا سبورت ده رفع العقد بتاعه ل 2 مليون دولار وكيلو كباب تركي كل اسبوع. عايز تروح تلعب في تركيا يا امام ولا ايه؟ مش فاهم، حد يفهمني طيب. يعني انت دلوقتي مكمل ولا مش مكمل؟ من صغرك تركي ولا ايه؟ انت هتروح هناك تقول لهم انا من صغري كويني ومن صغري كبابجي، كنت شغال في عز المنوفي، هتقول لهم ايه هناك؟ انا مش فاهم.
امام عاشور اضافه كبيره جدا لاي نادي، وامام عاشور لعيب بالنسبه لي هيكمل في النادي الاهلي. النادي الاهلي مستفاد من امكانيات اللاعب. لو امام عاشور جاي له عرض يا باشا يمشي باقل من 8 مليون دولار وشكرا، غير كده يبقى النادي الاهلي يستفاد منه ماديا. انت اكتب لي في الكومنتات من وجهه نظرك، تختار ان امام عاشور يكمل في النادي الاهلي والنادي الاهلي يستفاد منه فنيا، ولا يتباع يا باشا ب 8 مليون دولار وتستفاد بالفلوس دي؟ اكتب لي. ياسر ابراهيم نفس الامر. ياسر ابراهيم عينيه على الدوري السعودي وعايز يروح السعوديه وشايف ان المقابل المادي لا يقاوم، وهو كده بصراحه يعني الدنيا معاه مش افضل حاجه. قال لك ان خلاص ده اخر هيكون عقد ليا وانا بكبر في السن وعايز اعمل حاجه للمستقبل. مصطفى شوبير بيجي له عروض والنادي الاهلي بيرفضها، فانا عايز اعرف مصير اللعيبه دي ايه ظروفها. هو خلاص كده القيد شكرا، والقيد شكرا، ودي القايمه اللي النادي الاهلي هيكمل بيها الموسم الجديد. بس يعني اتمنى يكون في احترافيه اكتر من كده. خلاص الموسم هيبتدي، خلاص كل العروض دي اتقفلت عليك بقى وعلى الميركاتو اللي جاي. وبس كده. اتمنى اكون ضيف لطيف ظريف لطيف حبيب خفيف على قلوبكم، واتمنى ان انت لو وصلت لحد هنا ما تنساش تشترك في القناه، مش هولع الشاشه دي تاني، وتفعل زر الجرس وتعمل لايكات كتير قوي عشان الفيديو ده يوصل لاكبر قدر من الناس، وتكتب لي في الكومنتات رايك في الحلقه. بصراحه اتزولت لما الشاشه طفت، حسيت ان الكلام كله راح مني. اشوفكم الحلقه الجايه، السلام عليكم. صح، نسيت حاجه مهمه قوي. اكتب لي في الكومنتات توقعاتك لمباراه الاهلي وبرشلونه. السلام عليكم.